بنسمع من فترة مصطلحات زي الديب ويب والدارك ويب وإنهم شبكة إنترنت سرية وغامضة مليانة جرايم وحاجات غير قانونية خطيرة جدا مش موجودة على شبكة الإنترنت اللي بنستخدمها في الطبيعي. بس يا ترى إيه القصة ورا الموضوع ده؟ وهل في فرق بين الديب ويب والدارك ويب؟ اتفرجوا على الفيديو ده علشان تعرفوا إيه هو الديب والدارك ويب. ولو انتم أول مرة بتتفرجوا على فيديوهاتنا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. في البداية لازم نعرف ايه هو الانترنت علشان نقدر نفهم الفرق بين الانترنت اللي بنستخدمه والانترنت المسمى ديب ويب ودارك ويب. الانترنت هي شبكة نظام اتصالات عالمي لتبادل المعلومات بين شبكات أصغر متصلة مع بعضها عن طريق أجهزة كمبيوتر حوالين العالم. ده التعريف العام والشمولي للانترنت. طب جه منين مصطلح ويب؟ الويب أو الشبكة العنكبوتية العالمية أو World Wide Web واللي بنشوفها في أول اسم المواقع على شكل www هو نظام وظيفته ترابط المستندات أو النصوص أو المعلومات ببعضها على الإنترنت. تم اختراعه سنة 1989 وهو مختلف عن الإنترنت اللي ظهر سنة 1975. مع ان المصطلح بيتم استخدامه عن طريق الخطأ على انه بيرمز للإنترنت بالكامل، لكن في الحقيقة هو بيعتبر خدمة بتعمل عن طريق الإنترنت واللي تاريخها أقدم بكتير من شبكة الويب. الإنترنت بقى اللي احنا بنستخدمه ده بيسمى الشبكة السطحية أو السيرفيس ويب، وده بيشكل 5% أو أقل من إجمالي الإنترنت كله، وحسب إحصائيات أخرى فهو بيشكل حوالي 10% من الإنترنت كله. والشبكة السطحية بتسمى برضو شبكة الإنترنت المرئية أو شبكة الإنترنت المفهرسة، وهي ببساطة بتكون مفهرسة وسهلة الوصول إليها بواسطة محركات البحث زي جوجل على سبيل المثال. طيب بقية الإنترنت ده فين؟ يعني لو كل اللي احنا بنستخدمه ده عبارة عن 5 أو 10% من إجمالي الإنترنت، يبقى الباقي عبارة عن إيه بالظبط؟ هنا بقى يجي تعريف الديب ويب أو الويب العميق أو الخفي، وهو جزء من أجزاء شبكة الإنترنت العالمية لكن لا تفهرس من قبل محركات البحث زي جوجل، على عكس الشبكة السطحية اللي بتكون مفهرسة من محركات البحث. وجزء من الصفحات اللي موجودة على الديب ويب بيحتاج متصفحات متخصصة للدخول ليها، خاصة بالديب ويب، مش زي المتصفحات المستخدمة في الويب السطحي زي فايرفوكس وكروم. يعني بمعنى آخر فإن الديب ويب بيحتوي على معلوماتنا المشفرة زي حساب البريد الإلكتروني أو الإيميل، حسابات البنوك الإلكترونية، ملفات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة، أو أي معلومات شخصية أو سرية غير متوفرة على محركات البحث زي جوجل، لكن تقدر توصل لها عن طريق تسجيل دخول باستخدام كلمة سر أو عنوان IP خاص أو رابط مباشر والطرق الآمنة المشابهة لكده. وبينقسم الديب ويب لعدة أقسام زي صفحات يتيمة، بمعنى إن ملهاش أي روابط موجودة على صفحات تانية، أو صفحات الوصول المحدود، ودي الصفحات اللي بتمنع محركات البحث من فهرستها، أو الملفات الغير نصية زي الصور والأفلام الغير قابلة للفهرسة، أو ملفات البروتوكولات، ودي ملفات بروتوكولات ونطاقات خاصة زي ال FTP مثلا، أو الصفحات الديناميكية الغير معروفة، ودي مجموعة مواقع موجودة على الشبكة غير ممكن فهرستها أو أرشفتها من قبل محركات البحث، وبتشتغل ببروتوكولات مختلفة علشان تقدر تدخل عليها، بتحتاج متصفحات معينة زي متصفح تور. ده غير ان المواقع دي مش بتكون زي اللي متعودين عليها بتنتهي بدوت كوم ودوت نت، لكن هي ليها امتداد مختلف بينتهي بدوت اونيون. امال فين بقى الجرايم والكلام اللي بنسمعه ده؟ علشان نجاوب على السؤال ده هنحتاج نفهم ايه هو بقى الدارك ويب او الانترنت المظلم. الدارك ويب ده محتوى موجود على شبكة الانترنت بيعتبر جزء من الديب ويب، وبيستخدم الاتصال بالانترنت لكن بيحتاج متصفحات وبروتوكولات معينة للوصول ليه. وزي ما قلنا هو انترنت عميق ومظلم لاستحالة وصول محركات البحث ليه او الدخول اليه بسهولة الا من خلال متصفحات متخصصة زي تور وشبكة I2P، وده برنامج مجاني بيسمح بحجب هوية المستخدمين المتصلين بيه على الشبكة والحفاظ على خصوصياتهم. وأهمية الدارك ويب في إن المعلومات المنشورة عليه لا يمكن تتبعها ومعرفة هوية أصحابها للحفاظ على خصوصيتهم، وده بيسمح بنشر معلومات خطيرة ونقاشات وفضايح سياسية وأي حاجة ممكن حد يخاف ينشرها على الإنترنت العادي. بس زي ما الخاصية دي بتكفل حرية التعبير الآمن للمستخدمين، ففي نفس الوقت بتخلي فيه جرائم ومحتوى غير مشروع يتواجد على شبكة الدارك نت.
ومن أشهر المواقع اللي اتكلم عنها الإعلام وقدرت السلطات إنها تقبض على مؤسسيه هو موقع سيلك رود أو طريق الحرير المختص ببيع المخدرات الغير مشروعة، وهو واحد من أول وأكبر مواقع السوق السوداء في الدارك ويب، وكان عليه أكتر من 10,000 منتج معروض للبيع 70% منها عبارة عن مخدرات، وكانت التعاملات كلها بتتم بعملة البيتكوين لسهولة عدم تتبع المدفوعات والحفاظ على هوية الأشخاص، وده سبب من أسباب شهرة عملة البيتكوين في وقتها. ومن الأمثلة التانية للسوق السوداء والتجارة الغير مشروعة على الدارك ويب هنلاقي إن النوع الأكثر شيوعا هي المواد المتعلقة بالاستغلال الإباحي للأطفال والاغتصاب وتجارة السلاح والآثار والاحتيال والقتل وكشف الفساد وتجارة الأعضاء البشرية وتجارة العبيد والإرهاب. وظهر أول خلط بين مصطلح الديب ويب والدارك ويب سنة 2009 لما كانت بتناقش مصطلحات البحث في الديب ويب مع الأنشطة الغير قانونية اللي بتحصل على شبكة الدارك ويب، وبعدها استخدمتها وسائل الإعلام في وصف تقارير موقع سيلك رود، ومن وقتها حصل اللبس ده والاختلاط في الأسماء والمعاني بين الديب ويب والدارك ويب. وطبعا زي ما عرفنا ان الديب ويب هو اي مواقع ما يقدرش يوصل لها محركات البحث، والدارك ويب هو جزء صغير من الديب ويب مختفي ولا يمكن الوصول اليه الا بالطرق اللي شرحناها لوجود المحتوى الغير شرعي عليه. في النهاية أتمنى نكون عرفنا المصطلحات السليمة والتعريفات لكل من الإنترنت السطحي اللي بنستخدمه في حياتنا اليومية والديب ويب اللي برضه بنستخدم جزء منه تقريبا كل يوم، وبين الدارك ويب والحقيقة وراه والمحتوى اللي موجود عليه. قولوا لنا في الكومنتات أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو ده، ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات تانية، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل.